جرى ايه يا سي جلال؟ انت هتاخد السكه قياسه ولا ايه؟ يا منيره اعرفي تختاري الفاظك. ايه هاخد السكه قياسه دي؟ قولي هاخدها قيافه شياكه، ولا انت مش ملاحظه القيافه اللي انا فيها دي يا هانم؟ ومن امتى يا اخويا؟ من هنا ورايح خلاص. جوزك من النهارده اصبح مختلف، شاعر وكاتب اغاني. يا مصيبتي، تصدقت نفسك يا جلال ولا ايه؟ ليه؟ انت ما قريتيش اللي مكتوب عني في المجله؟ ها، ما قريتيش اللي مكتوب في المجله عن الاغنيه؟ ما انت عارف وانا عارفه ان حسن هو اللي كاتبها. عارف يا ست، عارف ان اللي كاتبها واحد عايش مع الطبيعه الصخريه لسطح المريخ وسايب سطح الارض، يعني مش حاسس بحاجه، تايه تايه. تقوم تسرق حاجته؟ انا ما سرقتش، انا واخدها بمعرفته وبموافقته كمان، وبرضه ده غير اني اتفقت معاه انه هياخد مني 7000 جنيه. وهم 7000 جنيه برضه؟ هو تعب في حاجه؟ انت كمان كتبها. وانا اللي بحثت ودورت وتعبت، امال ايه؟ ها، ايه رأيك؟ بصراحه انا مش فاهم حاجه. مكان معزول بعيد عن كل الناس. وبعدين يعني بعد المعزول المكان ده هيبقى فيه كل وسائل الراحة. وبعدين قصدي يعني بعد الراحة تنسى كل اللي فات، كل المشاكل والحوادث والكهرباء وفواتيرها، وتعيش مع دماغك بس. مع دماغي وبس؟ ايوه. طب وليه ده كله؟ عشان الكنز اللي جواك يظهر وتكتب لي بدل الأغنية 10. واشمعنى 10؟ الألبوم بتاعي الجديد. المنتج والملحنين عرضوا عليا ان كل ألبوم الجديد يكون من كلماتك انت. انا؟ وعارف الألبوم سميناه ايه؟ انتوا كمان سميتوه كوكب الحب. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه يا جلال؟ الكوكب اللي انت بتحبه. ماله؟ حبه زيادة شوية يا اخي. يعني ايه؟ مش فاهم. نوع من الاتصال الكهربائي بينك وبينه، وده مش هيحصل يا ابو علي الا اذا كنت سعادتك كده بتراسله وبتحبه. بقول لك ايه يا جلال، انا مش فايق لالغازك الغامضه دي، قول على طول النظريه. تعال نفك الغموض شويه ونتكلم بصراحه. اتفضل. بس قبل ما اقول لك اي حاجه تعال نتفق. على ايه؟ سعادتك هتكتب شويه رسايل حب. مش فاهم. زي الغنوه اللي تاني. تمام. بس حاجه كده ليه؟ بتستناني شويه يا اخي، انت ما سمعتش بقيه الاتفاق يا ابو علي. انا مش عاوز اتفق يا اخي. ما هو لما هتعرف هتحس قد ايه اخوك جلال بيحبك وقد ايه انا قلبي عليك. اللهم طولك يا روح، كمل. الفلوس اللي هتيجي من رسائل الحب دي هتاخد منها جزء تصرف فيها على ابحاثك، ومش بعيد بعد شهر ولا سنه تقدر تجمع المبلغ اللي تشتري بيه المريخ شخصيا، مش تشتري حته حجر. شخصيا؟ طب كويس، منطقي برضو. يعني اتفقنا يا ابو علي؟ لا. لا ليه؟ لان انا خلاص لقيت الحل للحجر ده. ايه يا أناسة؟ هتجوزه. تتجوزه؟ قصدي يعني هعمل بنصيحتك وهتقدم لفريدة، وبهذه المناسبة انا عاوزك يعني تيجي معايا عشان نتقدم لها. طب نتفق الاول. لا، نتقدم لفريدة الاول. معقول يا حسن اللي انت بتقوله ده؟ انت زعلتي ولا ايه يا انسه فريدة؟ والله يعني انا بعرض عليك المعادلة دي زي ما هي في دماغي بالظبط. من شويه بس كنت زعلانه قوي يا حسن. ما انا قلت اقول لك كل حاجة وبصراحة الحقيقة العلمية ما تحتملش اي اكاذيب. بس تعرف يا حسن صراحتك دي شبهك قوي. ازاي يعني؟ غريبه قوي وفي نفس الوقت مدهشه. عشان يعني ربطت بينك وبين الحجر. بس اللي عاجبني انه مش اي حجر. ايوه بالظبط كده، مش اي حجر، ده حجر نادر جدا جدا. شوف يا فريدة، الحجر ده ممكن يبقى النقطة الوحيدة اللي موجودة على سطح الأرض من كوكب المريخ. حسن انت مش غريب وبس، انت مدهش كمان. يعني أفهم من كده إني انا موافقه يا حسن بجد. بس زي ما سمحت لي اعرف السبب الحقيقي والصريح من فكره انك تتقدم لي وتتجوزني، ادي لنفسك فرصه اني اقول لك سبب موافقتي على عرضك ده. معروفة يعني لأني غريب ومدهش ولأنك مؤمنة بيا وبحلمك الكبير. لا، السبب ملهوش اي علاقه بحلمك الكبير. امال ايه؟ لا مش هقول لك دلوقتي، هسيبك تعرفه بنفسك. طيب. إنه الحب يا صديقي ولا شيء سواه. أنت هتعمل زي جلال ولا إيه يا بدوي؟ بصراحة أنت اللي إنسان غريب وكأنها حقيقة علمية. تصدق فريدة كمان قالت لي كده يا بدوي؟ وما قالتلكش حاجة تانية؟
قالت لي مدهش. بس كده؟ طب وانت شايفني غريب ليه بقى؟ شاب بدماغك دي اللي ضجت من الأرض وطافت بكل الكواكب والنجوم واستقرت وحطت برحالها على سطح المريخ بملامحك المصرية الخاصة والتي تشع نضارة وبريق ورجولة وجاذبية. أي نعم. بأحلامك التي لا يقوى إنسان على حملها وتحقيقها، وتكون بهذه الخيبة في العلاقات الإنسانية والعاطفية. ما أنا ودماغي بقى بدوي مكفيها اللي فيها، وبصراحة أنا مش عاوز أستهلكها في أشياء عادية ورخيصة. حب وعواطف وكركر ومركر وقصايد شعرية وعلاقات عاطفية ما ينفعش طبعا. يعني هي لو جات في لحظة وقالت لك بحبك يا حسن، هترد تقول لها إيه؟ هقول لها دي مسألة شعورية وواجب احترامها. السلام عليكم. انت بتعملي ايه كل ده يا منيرة؟ سلامة النظر يا سي جلال. يوه ما تقولي بقى وبطلي نورة. بعمل شعر يا جلال، ولا عاوزنا نروح نقابل اهل العروسه ومرات اخوك بعبالنا؟ يا سلام، بتفهمي والله بتفهمي، وده في حد ذاته شيء يخوف. انما قول لي يا جلال. قولي لي انت الاول، ايه رأيك في جوزك وشياكته؟ عادي. ايه كل ده عادي؟ استعمل المشطة. هي وصلت للمشطة؟ يا ساتر على الكلام العكر. لو انت فاكر ان لبس البدله والكرافته والجزم اللميع هيغيروا فيك حاجه يا جلال؟ يا ساتر على ملفظك يا باي. ها عاوزه تقولي ايه؟ اخلصي. انتوا مالين ايديكم الراجل وبنته، ولا هنروح ونرجع وقفانا يا قمر عيش؟ اهي جمله قفايا يا قمر عيش دي كفيله بانها تفركش الجوازه قبل ما تحصل، لو سمعها واحد زي يوسف بيه ابو فريده. انت بتتكلم جد يا جلال؟ انا ما بهزرش يا منيره. لا بجد يا جلال، اخوك حسن مالي ايده. ما انت عارفه حسن كويس، اكيد مش هيفكر يخطي خطوه في الموضوع ده الا اذا كان حصل ماس كهربائي واللمبه نورت قدامه، يعني اكيد مالي ايده يا منيره. وبعدين العائلات الكبيره اللي زي عيله الجيار دي يهمهم ايه؟ يهمهم راي البنت مش رايهم هم، والبنت بتموت في حسن قلاسه. ربنا يستر بقى. يا جلال يا جلال يلا بقى كده هنتأخر. استلمي بقى يا ستي، شوفي فرجي، شوفي حسن لابس ايه. ما انا لسه قايلالك الناس مش بلبسهم، ولو كان على اللبس تبقى انت اللي رايح تتجوز مش اخوه. يوه دي هتتفلفس، ممكن تنقصينا بسكاتك. ايه يا عم حسن، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ماله لبسي؟ بذمتك في حد عاقل يروح يخطب ببنطلون جينز وقميص مخطط؟ طب هو انا غلط في ايه يعني، في الجينز ولا في القميص المخطط؟ يا ابني يا حبيبي، اهتمامك بنفسك وانت رايح تتقدم لها يساوي اهتمامك بيها هي شخصيا. لا 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 لا، ده لما ابقى رايح اتجوز بجد. امال انت رايح تتجوز ايه، كده وكده؟ يا نهار اسود، امال احنا رايحين ليه يا حسن؟ وانت بقى هتفضلي مقعداني كده جنبك لحد امتى يا فريده؟ لحد ما يجوا ضيوف. انا عارفه ايه اللي اخرهم كده. طب افهم بس الاول، مين هم الضيوف دول وجايين ليه وعاوزين ايه بالظبط؟ اكيد عاوزين حضرتك في موضوع يا بابا. ايوه، ايه بقى هو الموضوع ده وبخصوص ايه؟ بخصوصي انا طبعا. طيب نقول مبروك قبل ما نخطي عتبة الفيلا، ولا هتقفلوا في وشنا الباب قبل ما تفتحوه؟ حضرتك مين؟ جلال حسين قلقاسة، ودي منيرة الحيسي المدام بتاعتي. هي اسمها غريب شوية بس معلش يعني شغال برضه. ده بقى حسن قلقاسة اخويا الصغير العريس ان شاء الله. ايه اللي انت بتقوله ده يا جلال؟ الله،